السلام عليكم. لما العميل بيشتري منتج توشيبا سواء كان تلاجة أو غسالة أو فريزر بتكون بيعة محيرة شوية، وده لأن منتج توشيبا بضمان شركة العربي وضمان شركة مايديا مؤخرا. فهل نشرح للعميل الفرق بين الضمانين ولا نبيع؟ تعالوا مع بعض الأول نعرف إيه الفرق ما بين منتج توشيبا اللي بضمان شركة العربي ومنتج توشيبا اللي بضمان شركة مايديا. شركة توشيبا تعتبر من أقدم وأعرق الشركات اليابانية، وللحاج محمود العربي رحمة الله عليه ولقبه شهبندر التجار. واللقب ده ما جاش من فراغ، اللقب ده جه بسبب الحكمة اللي بيمتلكها، شطارته في التجارة وأعمال الخير الجم اللي كان بيعملها. الحاج محمود تعاقد مع شركة توشيبا اليابانية في السبعينات على إن المنتج يدخل لمصر من خلاله، ومن وقتها وفعلا شركة توشيبا بتدخل لمصر من خلال شركة العربي، وشركة العربي هي المسؤولة عن مبيعات المنتج، صيانته وقطع غياره وكمان الدعاية اللي بيقدمها وخلافه. لكن فوجئنا في السنوات الأخيرة إن شركة العربي بتوقف إنتاج بعض الموديلات من توشيبا وبتستبدلها بتورنيدو، زي السخان والمراوح وبعض موديلات من الغسالة والتلاجة وكمان الرفايع. فهل ده هيكون السبب اللي يخلي شركة توشيبا تستبدل العربي في مصر بشركة تانية ولا لا؟ بالفعل تفاجأنا ان في شركة صينية بتستحوذ على منتج توشيبا داخل مصر، واسم الشركة دي مايديا، وتلقب به العملاق الصيني. وبعد منازعات وقواضي ما بين مايديا وما بين العربي اصبح منتج توشيبا بتوكيل مايديا ومنتج توشيبا بتوكيل العربي. شركة العربي زي ما هي من 50 سنة بتقفل المنتج بتاعها بتكنولوجيا ياباني وخامات عالية الجودة، وشركة مايديا كذلك بتقفل منتجها بخامات عالية الجودة وتكنولوجيا ياباني. يبقى الخامات والجودة تعتبر واحد، لكن الاختلاف في شكل المنتج النهائي بيكون مختلف، واسم التوكيل مختلف، مايديا او العربي. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من اسرار البائعين. حضراتكم وانتوا بتشتروا منتج توشيبا بنلاقي ان في بعض العملاء بتنحاز لوكيل مايديا، بعض العملاء بتنحاز لوكيل العربي، والانحياز ده ممكن ياخد درجات من الحدة اللي ممكن يوصل لشجار او خناق مع التاجر. اللي عاوزين نقوله لحضراتكم ان التوكيلين سواء العربي او مايديا على درجة كبيرة جدا من الكفاءة، والمنتج اللي بيقدموه منتج توشيبا قوي بالتكنولوجيا بتاعته وجودته وخاماته. اخر حاجة عاوزين نقولها لحضراتكم ان اي معلومة ذكرناها النهاردة في الموضوع بتاعنا هي بمجهود شخصي فقط لا غير، ويقبل الصواب ويقبل الخطأ. اتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.